أهلا بكم من جديد مع فيلم جديد. بيبدأ الفيلم من بيت شخص عراقي اسمه علي، وهو بيصلي بيدخل عليه شخص مجهول وبيخطفه، وبعدها بنشوفه في معتقل جوانتانامو وبيكون في قطاع دلتا، وبيكون القطاع ده مخصص للإرهابيين المسلمين. وبتمر 8 سنين وعلي لسه موجود في المعتقل، وفي يوم بتوصل مجموعة جديدة من الجنود للمعتقل وبيتجمعوا كلهم قدام قائد الحرس واللي بيكون اسمه رمزي، وبيبدأ يقول لهم على التعليمات علشان يعرفهم طبيعة شغلهم في المعتقل، وإن مهمتهم فيه إنهم يمنعوا المعتقلين من الانتحار أو ممارسة الشغب، وممنوع أي معتقل يأذي نفسه بأي طريقة. أما مهمة منع المعتقلين من الهروب فدي بتكون مهمة أسوار وجدران المعتقل، وكمان بيطلب منهم إنهم يكونوا مركزين جدا في نوبات الحراسة علشان المعتقلين اللي في المكان ممكن يخدعوهم بأكتر من طريقة، وده ممكن يحصل لأنهم موجودين في المعتقل من سنين وكمان عارفين المكان أكتر منهم. وبعدها رند بياخد الجنود في جولة داخل المعتقل وبيعرفهم إن سلاحك الوحيد هو الجهاز اللاسلكي، وإن لو أي جندي منهم اتعرض لموقف طارئ من أي معتقل على طول يستخدم اللاسلكي بسرعة. وبيستدعي زمايله وفجأة بتيجي إشارة على جهازه اللاسلكي، وبيعرف إن في معتقل اسمه إيهان خرج عن السيطرة وبيعمل أعمال شغب، ومطلوب إنهم يتعاملوا معاه وينقلوه لزنزانة تانية. ساعتها بيسأل راندي جنوده إذا كان في حد منهم عايز يشارك في أول مهمة، وبتكون في مجندة اسمها إيمي بترفع إيديها، وبعدها بياخدها راندي معاه علشان يجهزوا نفسهم للمهمة، وبيقول لهم إن المعتقل إيهان خطر جدا، وبيعرفها إن مهمتها إنها تسيطر على إيده اليمين وهم هيسيطروا على باقي أجزاء جسمه ويربطوه. وبعدها بيروحوا على زنزانة إيهان وبيهجموا عليه، وبتحاول إيمي تمسك إيد إيهان لكنه بيضربها بقوة في وشها وبيعورها، لكن باقي زمايلها بيسيطروا عليه وبيربطوه وبينقلوه على الزنزانة. وبعدها بنشوف إيمي وهي في الأتوبيس اللي بيوديهم على السكن، وزمايلها بياخدوا بالهم إنها زعلانة من اللي حصل معاها، وبيبدأ إنهم يهزروا معاها علشان يهونوا عليها الموقف ويخرجوها من المود. وبيجي الليل وبنشوف إيمي وهي بتكلم مامتها علشان تطمنها عليها، وساعتها بنعرف إنها اتطوعت في الجيش لأنها مش حابة عيشتها في مدينتها بعد موت باباها، لأنها دخلت في حالة عزلة جديدة. وتاني يوم بنشوف إيمي معها كتب من مكتبة المعتقل وبتلف بيها على المعتقلين علشان تشوف لو في حد فيهم عايز كتاب يقراه، لكن الأغلب بيرفض لغاية ما بتوصل لزنزانة علي. وهنا بنعرف إن علي هو أكتر واحد في المعتقلين بيحب القراية، وبيدي علي الكتب اللي كانت معه لإيمي وبيفضل يتكلم معها عن القراية، وبيعرفها إنه قرأ كل الكتب اللي موجودة في مكتبة المعتقل، وبيسألها عن الجزء الأخير من رواية هاري بوتر. ساعتها بترد عليه وبتقول له إنها مش موجودة، وبيقول لها علي إنه بقاله سنتين بيسأل عن الكتاب ده ومحدش مهتم حتى إنه يجيبه له، وبيقول لها إنه عايز يعرف طبيعة شخص اسمه سناب موجود في الرواية وإذا كان شخص طيب ولا شرير. وإيمي بتقطعه في الكلام وبتسأله إذا كان عايز كتاب من الموجود معاها في العربية ولا لا. وهنا بنعرف إن علي حابب إنه يكسب وقت أكبر في الكلام معاها علشان يتسلى، لأنه عارف كل الكتب الموجودة معها وقراها كلها، وفضل يسألها عن كل كتاب وبيطلب منها تشرح له بيتكلم عن إيه، لغاية ما بيجي راندي وبيعرفه إن الوقت المفروض يختار فيه كتاب خلص. وبعدها تاني يوم بنشوف إيمي وهي بتمر على المعتقلين علشان تتمم عليهم، وبينادى عليها علي باسم الشقراء وبيكون عايز يتكلم معاها لكن هي بترفض، وبتقول له إن من القوانين ممنوع الجنود تتكلم مع المعتقلين إلا في حدود معينة، لكن علي قال لها إن مفيش فرق بينهم لأن كلهم محبوسين في نفس المكان، والدليل على كلامه إن محدش فيهم عنده حرية الاختيار، حتى هي ما تقدرش تسيب المعتقل وتمشي. وبيفضل علي يتكلم معاها بس هي بتتجاهله، وبيطلب منها إنها تجيب له إزازة مية، وإيمي وهي بتديله إزازة المية بتتفاجئ إن علي بيرمي عليها فضلاته وبيقول لها إنه مش حيوان علشان تتجاهله. ساعتها إيمي بتتضايق جدا من اللي حصل ده، وخصوصا لما باقي المعتقلين ضحكوا عليها. وبعدها إيمي بتروح على أوضة علشان تعقم نفسها وهدومها اللي اتوسخت، وبيشوفها الجنرال ريموند قائد المعتقل وبيعرف اللي حصل معاها وبتصعب عليه، وبيطلب منها إنها تاخد باقي اليوم راحة علشان تريح أعصابها من اللي حصل، لكن هي بترفض وبتعرفه إنها كويسة ومتماسكة وهتقدر تكمل نوبة الحراسة بتاعتها. وبعدها بتخرج من الأوضة وبتكون رايحة على المعتقلين، وفي طريقها بتقابل راندي وبتعرف منه إنه قرر يعاقب المعتقل اللي اسمه علي، وده هيحصل عن طريق إنه يغير مكان زنزانته كل ساعتين، والكلام ده بيستمر لمدة 3 أيام علشان يحرمه من النوم. وتاني يوم بتكون إيمي في حفلة مع زمايلها في مقر السكن، وبيكونوا كلهم مبسوطين وبيقضوا وقت جميل مع بعض لغاية ما بتدخل إيمي أوضتها وبيدخل وراها راندي وبيحاول إنه يغتصبها، وإيمي بتقدر تتغلب عليه
عليه وتنقذ نفسها وتخرج من الأوضة. وتاني يوم بنشوف إيمي وهي موجودة في قسم الملفات وبتكون بتدور على ملف المعتقل علي، ولما بتلاقيه بتفتحه وبتعرف إنه تعرض لعمليات تعذيب شديدة جدا اتسببت له في إصابات كتيرة، وكمان بتعرف إنه حاول ينتحر قبل كده. ساعتها إيمي بتفهم سبب عصبية علي وانفعاله طول الوقت، وبعدها بنشوفها قاعدة في وقت الغدا مع واحد من زمايله اسمه ريكو وبتتكلم معاه علشان تعرف رأيه في المعتقلين، لكن بتتفاجئ إنه مش مهتم بأي معتقل منهم لأنهم بالنسبة لهم مجرمين وإرهابيين. وبعد شوية بتمر إيمي على المعتقلين وبتاخد بالها من علي وهو بيرسم رسمة جميلة على ورقة صغيرة، وبتعرف منه إن بعد ما خلص قراية كل الكتب اللي موجودة في مكتبة المعتقل بيتسلى بالرسم، وحاول إنه يدي الرسمة لإيمي كهدية منه، لكن إيمي بترفض تاخد منه الرسمة. ساعتها علي بيتعصب وبيرمي الرسمة وبيقول لها إن لو خدت منه الرسمة مش هيحصل لها خير، وبيطلب منها إنها تبطل تتعامل معاه كأنه مش إنسان أو على إنه أقل منها، لكن إيمي بتطلب منه إنه يهدى وبتعرفه إن قوانين المعتقل بتمنعها إنها تاخد أي حاجة من المعتقلين. وبعدها بيهدى علي وبيعتذر لها على اللي صدر منه، وبعدها بيعرفها إنه كان وقتها حابب يتكلم معاها لأنه حس إنها مختلفة عن باقي الجنود اللي قابلهم طول فترة اعتقاله. وساعتها إيمي بتتقبل اعتذاره وبتعرفه إنها دورت في المكتبة على الكتاب اللي هو عايزه لكن للأسف مش لاقياه، وعلي شكرها على اهتمامها بيه. وبعدها بتمر 8 شهور وبنشوف في يوم المعتقلين عاملين إضراب عن الأكل لأنهم محتاجين وقت مخصص لممارسة الرياضة، وبتروح إيمي لقائد المعتقل وبتطلب منه إنه ينفذ طلبات المعتقلين لأنها شايفة إنها مشروعة، وكمان مفيش أي خطورة لو خرجوا مارسوا الرياضة تحت الحراسة، وعشان الجنرال متعاطف معاها من أول يوم جت فيه فبيوافق على طلبها. وبعدها بكم يوم بنشوف علي وهو بره الزنزانة وبيلعب كرة قدم وإيمي متكلفة بحراسته، وساعتها بتحس إن علي بيحب الرياضة وقالت له إنه لو فضل ملتزم وطاع الأوامر هيقدر يمارس الرياضة في صالة الرياضة للمعتقلين، لكن علي بيقول لها إنهم مش من حقهم يأمروه بأي حاجة، وإن كمان مفيش حد في الدنيا يقدر يتحكم فيه، وإن هو اتولد حر وهيموت حر، علشان كده هو دايما بيرفض طاعة الأوامر. وكمان قال لها إنه عارف كلامه ده مش عاجبها وهتفتكر إنه إنسان سيء، لكن إيمي بترد عليه وبتقول له إنه إنسان كويس جدا، وبيكملوا كلامهم مع بعض وبيفضلوا يضحكوا لغاية ما بيعدي المعتقل إيهان من جنبهم وبيزعق لعلي. ساعتها بتفهم إيمي إن إيهان عمل كده علشان علي بيهزر معاها، وفي نفس الوقت راندي بينادي على إيمي وبتروح له بسرعة، وبيظهر إن راندي بيكون متضايق جدا من اللي بتعمله إيمي مع علي، وقرر إنه يعاقبها إنها تروح على زنزانة واحد من المعتقلين علشان تنظفها لأنه غرقها في فضلاته. ساعتها إيمي قالت له إن ده مش من اختصاصها، لكن راندي قال لها إن ده أمر عسكري ولازم يتنفذ. وبالليل بنشوف إيمي وهي قاعدة في كافيه للجنود وبتكون متضايقة جدا، وبيقولها زمايلها وبيحاولوا يعرفوا منها إيه اللي مضايقها. ساعتها حكت لهم على اللي عمله راندي معاها، وزمايلها نصحوها إنها تقدم فيه شكوى لقائد المعتقل. وتاني يوم بنشوف إيمي وهي في مكتب قائد المعتقل وبتقدم تقرير بتقول فيه إن راندي قائد المعتقل بيعاملها بطريقة عند، لكن بتتفاجئ إن راندي هو كمان قدم فيها تقرير امبارح بيتهمها فيه إنها دخلت في علاقة مع واحد من المعتقلين. وحاولت إيمي إنها تدافع عن نفسها لكن القائد بيقطعها في الكلام وبيقول لها إن الحياة العسكرية لها قواعد وقوانين خاصة جدا، وأول حاجة في القواعد دي هي إطاعة أوامر القادة، وبما إن هي قبلت تكون واحدة من أفراد الجيش يبقى لازم تلتزم وتنفذ أوامر قائدها. وبيقول لها كمان إنه مش مبسوط بمنصبه كقائد للمعتقل لأنه مش شايف بيقدم أي خدمة للوطن غير إنه مجرد بياخد باله من شوية خارجين عن القانون وبيحافظ عليهم، وإنه مهما ترقى في المعتقل مش هيوصل لرتبة أعلى، لكن لو قصر في شغله أو عمل أي غلطة هيتعاقب وهينزل لرتبة أقل. وبيعرفها إنه في المعتقل ده بأمر من القائد بتاعه، وإنه ما يقدرش يعصي الأوامر، وإنه بينفذ شغله على أكمل وجه لأن دي بتكون الحياة اللي اختاروا يعيشوها. وبيطلب منها كمان إنها تلغي مشاعرها نهائيا وما تحاولش إنها تتعاطف مع أي حد من المعتقلين أو حتى إنها تتكلم معاهم، ولو عملت عكس كده هتكتشف إن كل المعتقلين مظلومين وهتفضل طول عمرها تحس بالذنب. وساعتها بيقرر الجنرال إنه مش هيعاقبها لأنها لسه مستجدة، وإنه هيكتفي بنقلها بس بوردية الحراسة الليلية. وبعدها بيكون وقت الغداء وبنشوف إيمي وهي قاعدة مع زميلها ريكو، وبتعرف منه إن في جندي حاول إنه يشنق نفسه لكن الحبل اتقطع وزمايله قدروا يلحقوه. وهنا بقى إيمي عرفت إن كلام علي كان صح لما قال لها إن كلهم هنا محبوسين في المكان ده سواء جنود أو مساجين. وتاني يوم الصبح علي بيكون في زنزانته وبيكتشف إن إيمي مش موجودة، وبيسأل عليها واحد من الحرس لكن بيقول له إنه ما يعرفش عنها حاجة. وبالليل بتكون إيمي في وردية الحراسة وبتمر على المعتقلين وبتقف قدام زنزانة علي، وبتتفاجئ إنه حس بيها وبيصحى من نومه وبيسألها عن سبب تغيير ورديتها، لكن إيمي بترفض تقول له عن السبب. ساعتها علي قال لها إنه عارف إن ده عقاب ليها بسبب قربها منه، وبيسهر على علي إنه حاسس بالذنب من ناحية إيمي، لكن إيمي بتغير الموضوع وبتسأله عن سبب اللي معتقل بيه. ساعتها علي عرفها إنه بيشتغل دكتور في الجامعة ومعاه الجنسية الألمانية، وكمان قال لها إنه ملوش أي علاقة بأي تنظيم إرهابي، وإن صحيفته الجنائية نظيفة، وحتى المحقق اللي كان بيحقق معاه
كتب في التقرير إنه هو بريء، لكن بدل ما يفرجوا عنه حبسوه هنا لدواعي أمنية. ساعتها تأثرت إيمي بقصة علي وبتطلب منه إنه يكون قوي وصبور، وأكيد هيجي اليوم اللي هيخرج فيه من المكان ده لأنه مظلوم. وبعدها بيسألها علي على الشهر اللي هم فيه، ولما بتقول له على الشهر اللي هم فيه بيقول لها إن فاضل لها شهر وتمشي من المعتقل وتروح لمكان تاني، لأن الحرس بيتغير في المعتقل ده كل 10 شهور. وكمان بيقول لها إن ممكن تقدم طلب إنها تكمل مدة خدمة تانية في المعتقل، لكن بترد عليه وبتقول له إنها تعبت نفسيا من المكان ده ومش حابة إنها تاخد مدة خدمة تانية فيه. وبتعرف إيمي من علي إنه خايف من الحرس الجديد، وده لأنهم بيتعاملوا معاهم بمعاملة وحشة جدا. لكن إيمي بتطمنه وبتقول له إنه ما يقلقش، وبتطلب منه إنه يطيع الأوامر علشان ما حدش يتعامل معاه بعنف. وفجأة علي بيطلع شفرة كان مخبيها وبيحطها على رقبته علشان يموت نفسه. ساعتها بتترعب إيمي وبتطلب منه إنه يهدى وما يعملش كده في نفسه، وبيرد عليها علي وبيقول لها إنه خلاص زهق من حياته ومش قادر يستحمل العيشة دي في المعتقل. لكن إيمي بتقول له إن لازم يكون أقوى من كده وما يستسلمش بسهولة، وده غير إن مفيش سبب مقنع يخليه ينتحر. ساعتها علي بيرد عليها وبيقول لها إنه عنده أسباب كتير تخليه ينتحر، لأنه حتى لو خرج من المعتقل حياته هتكون عبارة عن جحيم، لأن مش هتكون في دولة تقبل تخليه يعيش على أرضها ولا هيعرف يشتغل في أي مكان. وبيقول لها إنه فكر كتير قبل ما يعمل كده في نفسه، وبص لها وقال لها إنه عايز يعترف لها بحاجة قبل ما يموت، وبيقول لها إنه بيحبها. وعلي اتفاجئ لو هي كمان ردت عليه وقالت له إنها بتحبه، وبعدها بتقول له على اسمها بالكامل وعلى عنوان بيتها، وبتعرفه إنها هتفضل مستنية لغاية ما يخرج من المعتقل لأنها كمان حابة تكمل باقي حياتها معاه. ساعتها علي حس إن حياته خلاص بقى لها قيمة، وبينزل الشفرة من على رقبته، وبتفتح إيمي فتحة الزنزانة وبتمد إيديها وبتاخد منه الشفرة، وبعدها بيمسكوا إيدين بعض جامد وبيفضلوا يعيطوا بسبب الموقف الصعب اللي هم فيه ده. وبعدها بيمر شهر وبتمشي إيمي من المعتقل، وبيكون علي في زنزانته، وبيجي واحد من الحرس الجديد ومعاه كتب من مكتبة المعتقل، وبيقف الجندي قدام الزنزانة وبيسأله إذا كان عايز كتاب علشان يقراه. ساعتها علي خد باله من الجزء الأخير من سلسلة هاري بوتر في وسط الكتب اللي مع الجندي، وبياخده منه ومش بيكون مصدق نفسه. وساعتها بيتفاجئ علي لما بيفتح الكتاب وبيلاقي إيمي كاتباله رسالة بتقول له فيها إنها ما تعرفش الشخص اللي اسمه سناب اللي موجود في الرواية إذا كان طيب ولا شرير، لكن كل اللي هي تعرفه إنك فعلا طيب وإنها بتحبه. ولحد هنا بيخلص فيلمنا النهارده، استنونا في أفلام تانية جديدة، وسلام.